الفنان نعيم عيسى مات. الراجل اللي كان بيضحكنا زمان، واللي لما يطلع في مشهد حتى لو صغير تفضل فاكره وتضحك. مات بعد ما تعب كتير واتنسى أكتر. جنازته هتكون بكرة بعد صلاة الظهر من مسجد المنارة في الإسكندرية. مات بعد ما جسمه مستحملش الالتهاب الرئوي الحاد اللي دخله العناية المركزة. بس الحقيقة إن التعب ما كانش في جسمه بس، كان في قلبه كمان. قلب راجل عاش آخر أيامه وحيد بعد ما فقد حب عمره. اتكلم في لقاء تلفزيوني قبل كده وهو بيعيط وقال: مراتي ماتت، كنا متجوزين بقالنا 60 سنة، عمرها ما زعلتني ولا أنا زعلتها، كانت بتحبني وأنا بحبها. كان بيتكلم والدموع خنقاه، وقال إنه لسه حزين عليها وهيفضل طول عمره كده لأنها كانت كل حاجة في حياته. وفي نفس الحوار ده قال إنه شايف نفسه مظلوم. قال كده بالحرف: بشوف فنانين بيتكرموا محدش فكر يكلمني. من أكتر من 10 سنين قاعد في البيت من غير شغل، عايش على المعاش وبيستنى ولاده. قالها وهو موجوع: ليه انتهيت مريض؟ ليه نايم في البيت؟ ليه محدش من زمايلي والمخرجين بيفتكرني؟ حتى علاقته بعادل إمام اللي كان بيحبه واشتغل معاه كتير اتكسرت. لما جه حد تاني شبهه بدأ يبعده واحدة واحدة. قال في لقاء تلفزيوني: أنا مش زعلان، بس واخد على خاطري. ما عاتبتوش، بس برضو لما سمعت إنه عيان ما سألتش عليه زي ما هو ما سألش. وبرغم الوجع ختم كلامه بدعوة ليه، وقال للزعيم: ربنا يديك الصحة والعافية، انت فنان عظيم وتتحب. كل الناس فاكرة مشهد المأذون في مسرحيتهم الواد سيد الشغال لما قال بصوته المميز: لابد أن يدخل بها. وكمان مش هننسى إن كل الناس ضحكت لما نادى شادية في كواليس مسرحية ريا وسكينة وقال لها: يا ست الكل. ولما سهير البابلي زعلت قال لها: حاضر انت ست الكل. لكن بعد الضحك وبعد التسقيف وبعد الزحمة جه وقت الوحدة. آخر مرة شفناه كان قاعد بيتفرج على مسرحية ريا وسكينة وهو بيضحك زي الأطفال. ما كانش عارف إن صورته وقتها هتكون من آخر الذكريات اللي هنفضل فاكرينها بيه. نعيم عيسى مات بالحسرة وساب لنا سؤال يكسر القلب: ليه الكبار دايما بيمشوا وهم حاسين إنهم اتنسوا؟ واحنا من هنا بنعزي أهل نعيم عيسى وبنقول لهم البقاء لله، ويا رب زي ما أسعدنا يكون في الجنة وهو كمان يكون مبسوط.